السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نفصل واحد الفستان او كفيوه ديال الصيف ديال الخروج. واحد الموديل زوين وخفيف. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه سهله جدا. كنحتاجوا 3 متر ديال الثوب، نطويه على 4. غادي نفصل غادي ندير قطعه في الحزام، يعني غادي نفصل الفوق الصدر بوحدو والصايه بوحدها. غادي نجيو هنايا الاخر ديال الثوب، غادي نطويو بهذا الشكل هذا، غنطويو على 4. غنجيو للاخر ديال الثوب هنا باش ما نضيعوش الثوب من الوسط. غناخذوا العبار ديال الكتف. المهم الطريقه كيفاش ناخذوا المقاسات انا درت معكم الفيديو ديال طريقه اخذ المقاسات. كناخذوا العبار ديال الكتف مقسوم على 2 وكنزيدوا سنتيم ديال الخياطه. غادي نهبط ب3 سنتيم وندير هنايا 8 سنتيم في العنق، ونهبط بجوج ندير التقويره ديال العنق ديال الرقبه. غادي نجيبوا الخط ديالنا نقادوه، غادي نهبطوا هنايا 11 سنتيم كخط مستقيم، يعني ما غاديش ندخلوه في الخلف. هنا كناخذوا ارتفاع الصدر. القياس ديال ارتفاع الصدر كنحطوا سنتيم في اعلى نقطه في الكتف، من الكتف حتى عند حلمات الصدر حتى لاعلى نقطه في الصدر، وكنقصوا منها 3 سنتيم. كنحطوا القياس ديالنا هنا باش يعطينا التركيز، ونحط القياس ديال الصدر، القياس اللي عندي زائد سنتيم ديال الخياطه. انا غادي ندير 27 بسنتيم الخياطه. غنهبطوا ب 14 سنتيم وغادي نديروا قياس ديال الحزام، اولا غادي نهبطوا من هنايا من عند الكتف لعند الحزام ب 40 سنتيم. من الاحسن هكا كناخذوا 40 سنتيم. هذه 40 سنتيم بالسنتيمات ديال الخياطه، فاش كيحيد سنتيم هنا وسنتيم في الحزام كتبقى لينا 38. 38 هو القياس اللي كيجي مزيان. غادي نجيبوا البيستولي ونقادوا التقويره ديال التركيز. كنحطوا على النقطه اللي حطينا فيها العبار ديال الصدر بحال هكا، مع هذا الخط اللي طلعنا به، قلنا خط مستقيم في 11 سنتيم. لاقيو بيناتهم بحال هكا، وقبل ما نطرافي كنعبر التركيز ديالي واش عطاني التركيز اللي خديت انا السيده. الا كان التركيز هو هذاك صافي كنطرافي. صافي عطاني التركيز تماما كما خديتو السيده. الا جاكم مثلا التركيز ناقص على التركيز اللي خديتو السيده، غتهبطوا شويه بواحد سنتيم هنايا بحال هكا. وإلا جاكم كبير غتطلعوا شويه. المهم غادي تقادوا القياس ديال التركيز ديالكم. غادي نجي هنايا الحزام، غنديو القياس ديال الحزام ديالنا. والحزام ماشي مشكل واخا يجي شويه واسع، ماشي مشكل، حيت غادي يكون عندنا اصلا الحزام غنحزموه في الصدر، يعني غادي يتجمع. واخا يكون شويه واسع غادي يتجمع باش عاوتاني يجي مريح في اللبس وما يجيناش صعيب في الدخله ديال الكسوه. هنايا في هذا الخط هذا كنطلعوا بجوج سنتيم. هنايا كيف ما كتشوفوا انا طلعت بواحد 2 سنتيم. ما كنظنش كيبان الطرافاج مع الثوب مزوق. كان عليا الصراحه نقلب الثوب للجهه التحتانيه. المهم دابا ماشي مشكل، نكملوا هكا. صافي لقينا النقطه ديال الصدر مع ديال الحزام، وغادي نقطع ونرجع نكمل معكم.
دابا غناخدو الامام، نحيدو الظهر، نهبطو هنايا في العنق ب10 سنتيم، غنشدو البيستولي باش نقادو الدورة ديال العنق. وغندخل في التركيز ديال الامام ب2 سنتيم هنايا في الوسط بحال هكا. غنقادها وغادي نحيدو هاد 2 سنتيم باش كيجينا مجموع التركيز من الامام. غير هو ملي كنقصوا هاد 2 سنتيم من هنايا ضروري كنقصوا 1 سنتيم من الكتف، كنقصوا 1 سنتيم بحال هكا، حيت كيكبر لينا التركيز كيكبر لينا. واصلا كيجينا الامام بحال كتجينا هاد القطعه ديال الامام بحال راجعه اللور، يعني كتبقى تشدنا من اللور. فاش كنقطعوا هاد السنتيم كيجينا القياس مضبوط، كيجي القياس مضبوط، وكتجي الخياطه ديال الكتف كتجي فوق الكتف في الوسط، ما كتجيش راجعه اللور. غادي نفصلوا داك الدوبلور ديال العنق. كنطوي القطعه ديالي بحال هكا على جوج ونحطها على الجهه المسدوده من هنا من الثوب، يعني الجهه المسدوده مع الجهه المسدوده. دابا غنحيدوا القطعه وغناخذوا هنايا 1 6 سنتيم غنمشيو بها على الطول ديال الدوره كامله ديال القطعه. وغادي نقطع هذه هي القطعه ديالنا. غادي نديرو دابا ديال الرقبه. كنحط بنفس الطريقه. كنحتفظ بهاد القطع ديالي مع هاد الربوعه. بالنسبه للصايه غنطوي الثوب على 4 .
غناخدو 40 سنتيم في العرض، ونحاولوا نقادو الثوب مزيان باش ما يجيناش مراجل. وغادي ناخذ دابا الطول اللي بغيت في الصايه. وبالنسبه للطول غندير فيها 60 حيت غادي ندير القطعه التحتانيه. المهم نتوما غتاخذوا الطول الكلي ديال البياسه، غتحيدوا منها هذيك 40 سنتيم ديال القطعه الفوقانيه ديال الصدر، وهذاك القياس اللي بقى لينا غادي نشوفوا حنا داك القطعه التحتانيه فين بغيناها تجينا. واش بغيناها مثلا تجينا في المنتصف، الصايه مثلا نقسموها على جوج وتجينا القطعه في المنتصف، اولا بغينا نديروها لتحت مثلا غنحيدوا منها مثلا 30 او 35 سنتيم. المهم القياس اللي درنا في القطعه التحتانيه غنحيدوه حتى هو من الطول، وداكشي اللي بقى لينا غنديروه في الصايه التحتانيه. وما نساوش في كل قطعه زائد 3 سنتيم باش ما تجيناش الكسوه قصيره. كل قطعه غادي نديرو بحساب 3 سنتيم ديال الخياطه. دابا انا هاد القطعه بغيت ندير فيها 60 سنتيم. انا بغيت ندير فيها 60، يعني غنزيد 3 سنتيم، غندير 63. ديما ما تنساوش سنتيمات د الخياطه. في اي قطعه قطعتو غديروا جوج سنتيم 3 ديال الخياطه ضروري باش ما تجيكمش الكسوه طويله قصيره عفوا. هذه هي القطعه اللي محتاجين. غنخليها جانبا وغادي نفصل القطعه التحتانيه. دابا القطعه التحتانيه غادي تكون فيها 50 سنتيم، هي ديما غتكون زايده على القطعه الفوقانيه، ولو غير ب10 سنتيم. يعني ممكن نزيدو اكثر الا كان ممكن عندنا في الثوب، ممكن نزيدو اكثر، او داكشي كيبقى يعني على حسب الذوق. كاين اللي ما كيبغيهاش تجي فيها كشكشه بزاف. المهم انا درت 50 مزيانه، العبار ديال 50 كيجي مزيان. بالنسبه للطول غندير 43. نورمالمون 40 سنتيم زائد 3 ديال الخياطه. يعني دابا حنايا الطول ديالنا كامل مقسوم على 3، الطول ديال البياسه ديالنا مقسوم على 3، وكل قطعه كنديرو فيها 3 سنتيم ديال الخياطه. حيت الاغلبيه البنات كيوقع لهم واحد المشكل في هاد الفصاله ديال الكسوه بهاد القطاعي، كيلقاو فيها مشكل ديال الطول في الاخر كيجيهم الطول ناقص، حيت ما كيخليوش السنتيمات الكافيه ديال الخياطه. انا درت كاع 45. المهم من احسن تجي 2 سنتيم زايده، وفي الاخر كاع الا جاتني طويله ممكن نقصها. الا كانت طويله غتلقاو كاين الحل انكم تنقصوا. المشكل هو الا كانت قصيره ما كاينش الحل، الا جات قصيره ما كاينش الحل. هذه هي القطعه ديالي. المهم انا داكشي اللي بقى ليا في الثوب طويته على 4. غناخذ هذاك القياس ديال التركيز، القياس اللي درنا في التركيز ناقص 3 سنتيم غنحطو هنايا، ونهبط 11. وكنقسمو على 4.
كنقسمو هاد الخط على 4 باش كنطلع هنايا بسنتيم ونص في النقطه الفوقانيه الاولى، كنقز الوسطانيه ونهبط في الثانيه بسنتيم ونص. غناخد الطول ديال الكم ديالي وحتى الدوره ديال الكم كنزيدو عليها 4 سنتيم. صافي دابا غادي نقطع الكم ديالي. دابا بقى لي غير الحزام. المهم 3 متر ديال الثوب راه جاتني نيشانيه هذيك، بقى غير القياس ديال الحزام. غناخد في الحزام 10 سنتيم. الطول ديال الحزام كنديرو فيه متر ونص. متر ونص هي القليله، يعني الا كان بامكاننا نزيدو بالنسبه الا كان باقي لينا زعما الطول في الثوب يمكن نزيدو 21 سنتيم. غادي ناخذ هذا الطول اللي بقى ليا كامل. صافي هذا هو الحزام ديالي. المهم البنات في الاخير ملي كنساليو كنحطوا القطع ديالنا بحال هكا. خصنا نلقاو كيف قلت لكم في الطول الكلي ديالنا خصنا نلقاو 8 سنتيم زايده. الا لقينا 8 سنتيم ولا 7 سنتيم يعني راه الطول عندنا مزيان. جمعت الكتاف وخيطت التبطين ديال العنق، خيطت القطعه ديال التبطين ديال الامام والخلف بجوج وفينيتهم. غنجمع دابا الكمام ونوريكم الطريقه كيفاش كنخيطوا الكشكشه اللي غاديه تكون في الحزام ديال داك القطعه التحتانيه، القطعه ديال الصايه. دابا ركبت الكمام وسديت غير جهه وحده فقط، سديت جهه وحده يعني جمعت لكم هاد الجهه هذه سديتها وهذه خليتها محلوله باش حتى نركب الصايه ديالي وعاد نسدها من هاد الجهه نهبط عليها كامله من هنا ونهبط مع الصايه كامله. دابا غادي ندوزو للماكينه باش نشوفوا طريقه عمل الكشكشه. كنديروها على اعلى غوزه وكندوزو الخياطه كنشدو دابا هاد الخيط وكنبقاو نجرو حتى كنحصلوا على العبار اللي بغينا، على العبار ديال الحزام ديالنا على هاد الشكل هذا. وكنوزعوا الكشكشه كنوزعوها بانتظام، ما تجيش في واحد الجهه فيها كشكشه بزاف وواحد الجهه لا، خاصها تجي متساويه على الدوره كامله
ديال الحزام. نجيبو دابا القطعه نحطوها ونحطو عليها القطعه ديال الصدر الوجه على الوجه، وغادي نبداو نخيطو، ندوزو الخياطه على طول هاد الحزام. ما ننساوش نصغروا الغوزه، ما نخليوهاش كبيره. الغوزه فقط غادي نكبروها غير باش نديرو بها الكشكاشه. دابا غادي نرجعوها للرقم الطبيعي باش كنخيطوا. صافي هكا سالينا الخياطه ديال الدوره كامله د الحزام. دابا غادي نجمعوا الكم اللي بقى لينا ونهبطوا مع الكسوه ديالنا كامله حتى لتحت. هنا كنجيب واحد القطعه بحال هكا، كنخيطوها بحال الشكل ديال الحزام. كناخذوا جوج القطع، انا لصقت وحده في الجانب الاخر وغادي نلصق دابا هذه، باش هذه كتجي لاصقه في الكسوه هكا في الجنب، هي اللي كندخلوا فيها الحزام، هذه اللي كتهز لينا الحزام. كنحطوها بهذا الشكل هذا، هذه هي القطعه ديالنا، كنحطوها بهذا الشكل هنايا حدا القطعه ديال الكشكاشه. صافي كنحطو عليها الجهه الاخرى، وكنديرو ديما الخياطه مع الخياطه. صافي وكنخيطو صافي، ومن بعد غادي نقطعو ديك الشياطه اللي بقات لينا هنايا ديال هذيك القطعه اللي حطينا ديال الحزام. دابا غادي نهبط مع الكسوه ديالي كامله حتى لتحت. ديما الخياطه مع الخياطه، فيما كتكون عندنا بحال هكا هاد الملاقيه كنجيبوا الخياطه مع الخياطه باش ما يجيش عندنا ديفو. دابا غادي ندوز التكفيفه لتحت هنايا في الجلال، غنطوي وندوز التكفيفه ديالي. ديك الساعه غادي يبقى ليا غير الحزام، غنوريكم الطريقه كيفاش نخيطوه. بالنسبه للحزام غادي نطويوه هكا على وجه الثوب وغادي نخيطوه. الطريقه باش كنقلبوا الحزام، كنجيبوا واحد فليل بحال هذا ديال الشعر، اولا فنيته ديال اللي كندخلوا بها لاستيك، كندخلوه بحال هكا في هذا الحزام، وكندخلوه بحال هكا. كنبقاو كنخرجوا هذاك الفليل بحال الشكل ديال اننا كندخلوا لاستيك بحال داك الشكل.
تا خرجنا الفليل، هو هذا غنحيدو دابا. صافي، هو الحزام ديالنا نقولوا تقريبا واجد. غادي نطوي هنايا 1 سنتيم لداخل بحال هكا، سنتيم لداخل، وغادي ندوز عليه الخياطه الجهات بجوج. غادي نديرهم بهذه الطريقه هذه. صافي، الحزام ديالنا دابا واجد. بالنسبه للخيط المطاطي كناخذوا كيف قلت لكم على الضوء القياس ديال الدوره ديال الكم، وكنزيدوا 1 سنتيم اولا 2 سنتيم، من الاحسن كنزيدوا 2 سنتيم باش ما كيجيناش مزير على اليد. كنجيبوا الكم ديالنا. الكم انا باقا ما دوزت ليه لا تكفيفه لا حتى شي حاجه، باقي كما هو. غادي نشد هذا الخيط هذا المطاطي، غنحطوه بهذه الطريقه، ونحط عليه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، ونحط عليه الثوب. طاويه وحده غنخيط على السوجي، يجي على هذا الشكل هذا. انا غادي ندوز لكم الاخر بنفس الطريقه. هذا الشكل النهائي ديال الكسوه ديالنا البنات. طلعت زوينه كيف كتشوفوا. هذا الشكل ديال الكمام بالخيط المطاطي. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. المهم هذا الشكل النهائي ديال الكسوه ديالنا، نتمنى تكون عجباتكم. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.